مساء الخير واهلا بحضراتكم يوم جديد على شاشه الفضائيه المصريه. بتجدد اللقاء على الهواء مباشره يوميا ومباشر من مصر. في الحقيقه النهارده اسمحوا لنا اننا مش هنطلع بفقره الاخبار النهارده، ومش هنقول مصر حصل فيها ايه. مصر حصل فيها اخبار كثيره يمكن حضراتكم عارفين، وقبلينا كان في نشره الاخبار. بس النهارده عندنا موضوع مهم جدا هنتكلم فيه. هنتكلم عن اهل الشر، هنتكلم عن اهل الشر اللي هم مش عايزين يسكتوا خالص، اهل الشر اللي هم بيلعبوا على تعاطف وعاطفه الشعب المصري، اهل الشر اللي الشعب المصري قفل الباب في وشهم وقال لهم ان هذه الدوله هي بلد الامن والامان. على الرغم من الحوادث اللي بتحصل، الحادثه الاخيره كلنا تألمنا، كلنا شعرنا بأسى شديد جدا من شهداء هذا الحادث الأليم، حادث القطار وحادث محطه مصر. بس الحاجة اللي احنا لازم نتكلم عليها، والحاجة اللي الإخوان الإرهابيين وكل الموجودين ومذيعينهم وقنواتهم الموجودين في تركيا عشان الدولارات وعشان السلطان وعيشته وحقده على الدولة المصرية وبيقعدوا يطبلوا له هناك، لازم نتكلم على ان الدولة المصرية فيها حكومة محترمة اتحركت من اول لحظة. رئيس وزراء راح هناك المهندس مصطفى المدبولي وقال لا تقاعس، دي كانت كلمة واضحة. فخامة الرئيس قطع المؤتمر الصحفي مع رئيس ألبانيا وقدم التعازي للشعب المصري ووجه بأقصى العقوبات على مرتكبي هذا الحادث ومن تسببوا فيه. عندي وزيرة تضامن محترمة، عندي وزيرة صحة بتلف كل يوم على الضحايا، عندي ان مصطفى مدبولي المهندس مصطفى مدبولي مع حفظ الألقاب معالي رئيس الوزراء راح زارهم في المستشفيات، عندي أعضاء مجلس نواب محترمين اتحركوا من غير ما حد يقول لهم، راحوا يشوفوا ايه اللي حصل وعملوا اجتماع مع هيئة سكة، وناس فعلا بيقدموا تقرير ينم على انهم نواب عن الامه، ناس انتخبوهم بحريه شديده. النهارده انا لا هعمل محاكمه ولا هتكلم عن حادث مضى ولا اي حاجه، بس هتكلم عن الدوله المصريه. هو ليه هذا الحقد الشديد تجاه الدولة المصرية؟ ليه هذا الحقد الشديد تجاه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ هل علشان أفقدكم المخطط الصهيوني، المخطط ان انتوا تعملوا دولة إسلامية متشددة إرهابية في سيناء؟ هل لأن الشعب المصري اداله تفويض في يوم 27 يوليو هو ده اللي مخليكم تختزلوا الموضوع كله في فخامة الرئيس؟ النهارده هتكلم في امور كثيرة جدا وامور مختلفة عما يحدث على السوشيال ميديا، عما يحدث عن جرائم الارهابيين، جرائم جماعة الاخوان الارهابية باعلامها الكاذب المضلل، وامور كثيرة جدا. بس اسمحوا لي ارحب بضيوفي الكرام اللي مشرفيني في الاستوديو. مشرفني النهارده في الاستوديو، انا سعيد ان هو قابل دعوتنا على الرغم ان هو ما بيطلعش بصراحه يعني في لقاءات. معانا معالي النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب. معالي النائب اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، وبنشكرك على ان انت موجود معانا يا فندم. ايضا مشرفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ شريف زرد مساعد رئيس تحرير الاخبار. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ الحمد لله في نعم فضل ربنا. معلش في البدايه اسمحوا لي انا هاخد يعني تعقيب، نبدا بس بسياده النائب. كيف ترى الامر؟ ما حدث وما تم وما يحدث الان تجاه الدوله المصريه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه هو حادث جلل، نتفق على ذلك، واثار مشاعر المصريين وانا كمواطن واحد منهم، واثار مشاعر العقلاء والناس الطيبين وفي البيوت. طب هل هو اثار مشاعر الدولة المصرية كمؤسسات؟ بالتأكيد، وده اللي بنتكلم عليه. طب هل إثارة المشاعر دي نتج عنها تصرف؟ يعني احنا قعدنا زعلانين وخلاص ونستنى حادثة تاني؟ ولا كان في تحرك سريع؟ لا، كان في تحرك سريع، وده كان بيحصل قبل كده، اننا كنا بنقعد ونستنى ونزعل وخلاص. كنا بنقعد نعيط ودول ان شاء الله مش هتتكرر تاني، بس ما فعلناش ادواتنا المطلوبة لمنع تكرار الحوادث دي. الدولة اتحركت واتحركت بقوة، والتحرك الدولة بقوة في هذا الاتجاه لا ده استغرب له مش جماعة الاخوان بس، المواطن المصري. وسمعت اللفظ ده وقلته قبل كده، هذا التحرك
كانت نقطه بيضة في شاشه سوداء وقت الحدث. الله، ده في ناس بتجري اهي، في ناس بتشتغل، في ناس بعد دقائق كان رئيس الحكومه موجود، بعد دقائق كان في 20 عربيه اسعاف، بعد دقائق كان تم نقل المتوفين اللي بحتسبهم شهداء ان شاء الله لمكانهم الطبيعي والمشرحه، والمصابين الى ارقى المستشفيات. عنايه طبيه كامله، متابعه مستمره من الدوله، القياده السياسيه نفسها اللي تابعت الموضوع دقيقه بدقيقه، زي ما سيادتك اشرت دلوقتي في مؤتمر صحفي عالمي في رئيس دوله، وسياده الرئيس قبل ما يبدا المؤتمر لا وجه بضروره حساب المقصر وحساب عسير. هي دي الدوله اللي احنا بنعيشها دلوقتي، هي دي الدوله اللي ما كناش شايفينها قبل كده. هل حضرتك شايف، انت قلت تصريح سيادتك موضوع ان الدوله تعاملت مع هذا الحادث الجلل الأليم بكل احترافية، ده كلام محترم. هل فعلا احنا فعلا ما كناش رد فعل سيادتك نحن نتحدث عن كيفية إدارة الأزمات، وده علم بيدرس. هل تمت إدارة هذه الأزمة بالشكل؟ أنا أتحدث هنا عن نائب عن الأمة، أنا أتحدث بصفتي نائب عن الشعب. أنا أرى أن الدولة تحركت باحترافية، أدارت أزمتها بدقة وفق منظومة. ده أنا أقول لسيادتك حاجة عظيمة جدا. لما سيادة الوزير هشام عرفات قدم استقالته من واقع مسؤوليته السياسية، وده اللي الناس كلها عارفاه، الناس فكرت الله، طب مين هيسير الأمور؟ مين هيسير أمور الوزارة؟ أنا شخصيا كنت عارف إن بالتأكيد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء. ليه؟ لأن ده نظام الدولة، كل وزير ليه وزير مماثل بيحل عن الوزير ده في حالة غيابه، في حالة سفره، في حالة لا قدر الله مرضه، في حالة تغيبه. فالأمور بقت ممنهجة، الأمور بقت واضحة، الأمور بقت عايشين في منظومة. المنظومة دي جديدة علينا. طيب تسمح لي هقف عند موضوع منظومة جديدة علينا وهرجع لسيادتك، لأن في ناس كتير بتتساءل برضو عن الدور القادم لمجلس النواب ومدى مساندته للدولة المصرية، لأن واضح أن يجب أن يتم سن تشريعات سريعة، يجب أن يتم توفير ميزانيات كبيرة، يجب أن يتم أمور كثيرة جدا هرجع لسيادتك فيها. بس اسمح لي أنتقل في الكلام للكاتب صحفي الأستاذ شريف زرد مساعد رئيس تحرير الأخبار. هو ليه الإخوان عاملين كل الكلام ده؟ الإخوان الإرهابيين أنا آسف عشان ده حكم محكمة. جماعة الإخوان عاملة كل الكلام ده على السوشيال ميديا وعلى الإنترنت. بص يا شبيه، هنطور الموضوع من زاوية تانية مختلفة خالص عن سيادة النائب. هو سيادة النائب بيتكلم في دور الدولة واللي حصل، ودور جهد مشكور جدا، وكنا ساعتها في مجلس الوزراء وكان في على أجندة اجتماعات مجلس الوزراء كان في موضوعات مهمة جدا وقوانين ومناقشتها. وبالفعل الدكتور مصطفى مدبولي ساب المجلس وقام وراح الحادثه بعد منها بالظبط ب 10 دقائق او 13 دقيقه، بالظبط 13 دقيقه يعني. هنطور الموضوع من زاويه ثانيه مختلفه. حوادث الطرق بتحصل في كل، على مستوى العالم كله. مش احنا بالنسبه لنا مش كل يوم حادثه، مش كل ساعتين حادثه، لا طبعا دي حادثه وبتحصل والكلام ده كله. منظومه متهالكه او متهالكه، منظومه بايظه، منظومه من خمسينات ما اتطورتش. بس ده مش ذنب القياده السياسيه، ده مش ذنبه ان هو ورث تركه مش مظبوطه، ورث تركه مش متهالكه. الحاجه الثانيه بقى، الشق الثاني عايز اتكلم فيه. الحادثه لما حصلت كان في بقى حاجات لاول مره في حياتي اشوفها، وده ما حصلش في اي، انا تابعت برامج مرشحين على دول العالم كلها ما لقيتش الكلام ده كله. حادثه متصوره صوت وصوره والدنيا متظبطه ورسائل مبعوثه على الواتس وعلى السوشيال ميديا وصفحه. ايه ده اللي بيحصل؟ لا اول حادثه ولا اخر حادثه حصلت في الدنيا بحالها. حصل حادثات قبل كده بتاع اوكرانيا وكذا حادثه، لسه من شهور كان في انجلترا كان في قطر كان ضارب، واخد بال سعادتك؟ يعني ايه اللي بيحصل؟ هم ليه اول لما حصلت الحادثه دي والكلام ده ليه بقى؟ نشروا الفيديو بتاع فخامه الرئيس السيسي بس اغتسلوه، يعني انت عارف ما انت قصوا لما كان الدكتور هشام بيقول 10 مليار فضحناهم ال 10 مليار فضحنا الانشقاقات بتاعتهم. لا هو القصه ايه؟ القصه ان هو عايز يهاجر راي العام. ايوه مش ما انت شعب رفضه، شعب لفظه، شعب قال له ده مش عايزك، شعب قال له انت ما تنفعش تبقى رئيس. الناس كلها بتقول ان ثوره 30 يونيو كان فيها 30 مليون، انا بقول بالظبط مش اقل من 35 مليون. ليه؟ الناس كانت موجوده في القرى والنجوع وكانت طالعه والى اخره. الدنيا كلها قالت 30، لا انا بقول 35، اقل تقدير 35. ده واحد.
اثنين، هو بقى عايز يعمل ايه؟ عايز يهيج الشعب، عايز يقول ان الرئيس والشعب والى اخره، واخد بال سعادتك معايا؟ طب انت بتتكلم في ايه؟ انت مصور ومظبط نفسك وعامل صفحات ومظبط السوشيال ميديا بتاعتك ومروق والى اخره وجاهز ستاند باي انك تنقض في اي لحظه. طب الرئيس لما اتكلم مع المهندس مع الدكتور عرفات في القصه قال له محتاجين 10 مليون تطوير وهنطور وهنعمل والكلام ده كله. ما انت عندك مجالات تانيه كتير جدا بيتم التطوير فيها، من ضمن المجالات مجال تطوير النقل. انت عندك كوبري 600 كيلو، واخد حضرتك معايا؟ عندك بتاع الشبكه بتاع قناه الطرق، عندك كتير جدا. مش معنى بقى سيب ده كلام. عملوا ايه بقى؟ بداوا يبعتوا يصوروا، يبعتوا فيديوهات للناس، طلبه المدارس، مش عارف ايه، الحق انهض اعمل سوي يهيج. طبعا هو بيهيج بطريقه هو مش فاهمها، مش مدركها. هو بيهيج في دماغه ان الشعب هيطلع، الشعب اصلا رافضك. انت لو عندك شويه تعرف ان مفيش حد اصلا محتوى ولا هيسمع لك ولا حد هيتكلم معاك ولا حد هينقص اللي انت بتقوله اصلا. الحاجه الثانيه كمان لما نيجي نبص على الحادثه وفعالياتها وتداعياتها والى اخره، لقيت اكتر من صفحه من صفحات الجماعه الارهابيه شغاله بقى، والفيديوهات نازله عماله ترند، كله عمال يور وينحق مش عارف ايه وبتاع. انت عندك رئيس جمهوريه اتحرك، عندك رئيس وزراء اتحرك، عندك وزراء اتحركوا، عندك طب هل الكلام ده ما بيحصلش الا في مصر؟ الحادثه دي ما بتحصلش الا في مصر؟ لا طبعا، بتحصل في كل حته في الدنيا بحالها. انما لما تيجي تبص تلاقي ان انا مستنيك، انا قاعد لابدلك، انا مش عارف ايه. لا هم اصلا بدأوا الموضوع، لو هنتابع السوشيال ميديا اظن ان هم بدأوا قبليها على فكره يا استاذ شريف. لا هم انا حاسس ان هم بادئين قبليها. الحادثه 10/9/25 واخد بالك 9/5. لا انا عارف هم استغلوا الحادثه، انا قصدي ان هم بيحشدوا من قبلها. فاكر يناير لما كانوا ماسكين شهر يناير كاملا على امل الناس تطلع. انا بس عايز اقول كلمه بس لاحد اعلاميهم اللي طالعين يعني، اللي هو معتز مطر، يعني الارهابي الهارب يعني، ده طبقا لحكم المحكمه. الفيديو اللي انت بعته او الناس انها تنزل ميدان التحرير، ميدان التحرير اتصور لك فاضي، واتبعت لك. انا بس لازم اقول لهم كده، واتبعت لك. والنهارده السوشيال ميديا خش شوف الفيديو اللي انت قلت فيه انا ببوس جزم الشعب المصري علشان يساندوا الجيش والشرطه. رد ايها الاعلامي الهارب. مش هيرد لانه ما عندوش انه يرد. بس الفيديو موجود على النت يا باشا، يعني موجود على كل السوشيال ميديا، خلاص فضحوه. يعني دولارات قطر يا شريف بيه، دولارات قطر شغاله بالضخ، معتز ومحمد ناصر وايمن نور بالضخ، واخد بال سعادتك مع الشغل شغال. هيرد يقول لك ايه؟ هو راجل هو افلس، هو راجل فلس. لا اصل احنا نقصد هو راجل يشمت في موتانا. قال للشعب المصري بوس جزمكم واطلعوا اعملوا. هيعملوا ايه؟ هو الشعب المصري قاعد، هم فاهمين الشعب المصري غلط على فكره. الشعب المصري شايف في بناء، في نهضه، جدع والله، في شعب راجل وشعب جدع وشعب عظيم. بص يا شباب، وعاطفي بص يا شباب، ومتاثر بالحادثه يا باشا، بس مش هيهدم دولته يا باشا. اليك الاتي، بص، الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب خرج فوضوا، حصلت ثوره، تولى الرئاسه، ضحى بسمعته وبشعبيته وبكينيته على انه هو يعمل اصلاحات تشريعيه. عنده وقت شواهات في ايه؟ شواهات تشريعيه، في قوانين بتناقش، شواهات بيئيه، شواهات مجتمعيه، تجديد الخطاب الديني. عندك موروث مش عايز اقول لك ما حدش يشيله، ما حدش يشيله يا شريف. لا هم يقدروا يشيلوه. يشيلوا ايه؟ هم يقدروا يشيلوه من تركيا. هم قاعدين في تركيا، محمد ناصر ومعتز افندي، مش هم في تركيا دلوقتي؟ والاقزام دي شويه اقزام. طيب والله اقزام. خلينا ننقل لسياده النائب رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، سياده النائب هشام عبد الله. انت عارف الكلام عندما نتحدث عن الدوله المصريه نرفض ان حد يشمت في موتانا، يعني دي الشماته في الشهداء، ولا ايه يا سياده النائب يعني؟ لا اعوذ بالله من الشماته يعني، ولكن عايز بس اقول نقطه مهمه جدا. في 30/6 الثوره ما كانتش 35 ولا 40 ولا 70 فاقد، صح؟ الثوره 100 مليون ما عدا الاخوان. لان السائر مش لازم يبقى سائر وهو في ابويا وامي وهم في البيت ما قدروش ينزلوا. لو كانت صحتهم الله يرحمهم تسمح كانوا نزلوا. انا في 30/6 ارى ان الشعب المصري بالكامل كان سائرا، والشعب الذكي كان بيحافظ على مقدرات دولته.
هي دي النقطه اللي بنتكلم فيها. ولذلك الاختلاف بتاع ال 30 وال 35 احنا بنبعده على جنب. لا، الشعب كان سائر وسائر بجد باكمله فيما عدا الاخوان. دي حقيقه. ده سياده النائب، نرجع لك. استاذ شريف قال في تشريعات، في قوانين، في امور، في حاجات كثيره جدا، وحضرتك في تصريحاتك قلت ان احنا قلبا وقالبا مع الدوله المصريه لاصلاح هذه الامور علشان حياه المواطن المصري دي اهم حاجه موجوده. طيب تسمح لي، هيتم رفع الاذان المغرب حسب توقيت مدينه القاهره، وبعد رفع الاذان اعود مره ثانيه واسمع اجابه سياده النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، والاستاذ شريف زرد مساعد رئيس تحرير الاخبار في مباشر مصر. خليكم معانا. اهلا بحضراتكم مره تانية معانا على الهواء مباشره، وفي اول اللقاءات التلفزيونيه طبعا معانا بعد هذا الموضوع سياده النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، والكاتب الصحفي الكبير الاستاذ شريف زرد مساعد رئيس تحرير الاخبار. مره تانية انا بشكركم وجودكم معانا، وسياده النائب بنشكره على تلبيه الدعوه لمباشر مصر والتلفزيون المصري. كان عندي سؤال قبل رفع الاذان، مجلس النواب هيعمل الفترة الجاية مهمته ايه؟ خاصة كان في تصريحات من سيادتك وانت كنت موجود هناك في محطة مصر، قلت كلنا هنتكاتف مع الدولة المصرية ولازم كلنا نهتم بتطوير السكك الحديدية. طيب، في البداية من بداية انعقاد المجلس الحالي وهو في إصلاح تشريعي متصل، والإصلاح التشريعي بيتم في كل المجالات، والإصلاح التشريعي اللي بيبقى إصلاح تشريعي يتفق مع طموح المصريين في هذه المرحلة. سقف طموح المصريين بعد 30/6 عالي جدا، وبالتالي عشان يواكب هذه النهضة اللي احنا كلنا بنبتغيها لازم إصلاح تشريعي حقيقي، إصلاح تشريعي تنويري. خليني أرجع للجنة النقل والمواصلات. إصلاح تشريعي تنويري، إنما ما عدناش بنرقع زي زمان. بقينا بنعمل قوانين كاملة، بقينا بنحط مواد تغير فلسفة القانون نفسه. وهي دي النقطة. ارجع للجنة النقل وعلى الاخص السكة الحديد. هل لجنة النقل والمواصلات ما كانش ليها دور ودور قوي من بداية انعقاد هذا المجلس؟ لا، كان ليها دور ودور فعال، ودور فعال في تشريع وفي رقابة. في تشريع احنا عدلنا قانون هيئة السكة الحديد، ومش كده وبس، وعدلنا الفلسفة منه. قانون انشاء السكة الحديد عدلنا المواد اللي بتتيح لهيئة السكة الحديد انها تستعين برؤوس اموال مصرية واجنبية، وده اللي بنسميه في الاقتصاد التشاركي. هو ده اللي احنا طورناه، هو ده الارتفاع بالطموح، لانه قلنا بدون قطاع خاص ما يخش يشارك في هالمسألة اللي بتحتاج مليارات وتمويلات ضخمة، مش هنحقق الطفرة. والدولة عندها مشاريع كتير ومشاكل كتير وعندنا اصلاحات كتير، فلازم نحقق الطفرة. خليني اقول لسيادتك ان احنا في اخر 3 سنوات احنا صرفنا اكتر من 50 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد، الدولة اللي صرفت. انت هترد على كل الكلام ده؟ طبعا. كويس. خليني اقول لسيادتك ان احنا لاول مرة، بس عارف حد يسمعني يقول لك كل الصرف ده وبتحصل. لا ما نقول لسيادتك، قول لسيادتك. بقول لحضرتك لا، اصل احنا في حاجة مش ل 50 مليار و 160 مليار. قول للناس يعني احنا عايزين نبقى بسرعة مع الناس زي ما يعني تصريحات الوزير السابق الدكتور هشام عرفات بيقول ان انا محتاج 750 مليار رقم. نحن نتحدث عن ميزانية دول، مش كده؟ ونتحدث عن ارقام كانت تمثل ميزانية مصر. ده ليه يا سيادة النائب؟ منذ سنوات ليست بالبعيدة. ده ارتفاع سقف الطموح. لا ده ليه؟ لان الموروث من 50 سنة ما اتعملش فيه حاجة. لا، ده انا اقول لسيادتك حاجة. انا اقول لسيادتك حاجة. ما اتعملش فيه حاجة. ده انا اقول لسيادتك ارقام. انا هتحدث بارقام. هل تعلم سيادتك ان السكة الحديد اللي هي ال 5200 متر ما زالوا 5200 متر من سنة 50؟ من 5200 كيلو متر. كيلومتر. اسف، 5200 كيلو ما زال من سنة 50. هل تعلم كده؟ هل تعلم ان احنا عندنا مثلا 1300 مزلقان عايزين يتطوروا، واضعافهم مزلقانات عشوائية
عايزين اعداد وتطوير وتأهيل واسوار وانفاق وكباري. هل تعلم ذلك؟ هل تعلم ان احنا منظومة الاشارات اللي بدأنا فيها والدولة بدأت فيها، احنا بنتكلم على منظومة اشارات هتتكلف مليارات. بنتكلم على منظومة اشارات هتتعدى 17 مليار. وحتى وزير النقل المستقيم كان قبل الاستقالة، قبل هذا الحدث الأليم، كان موجود بيفتتح منظومة إشارات تجريبية. لا مفيش كلام. وفي الصعيد وفي الصعيد وفي بحري، في الصعيد وفي بحري يعني بدأنا يا باشا. نحن الآن أمام خطة موضوعة ممنهجة بيتم تنفيذها، ولكن زي ما اتقال ايه، تطوير السكة الحديد وإزالة التشوهات اللي فيها، سواء تشوهات تشريعية أو تشوهات حتى إدارية موجودة في الهيئة، حتى بشرية وبشرية. كويس، ما أنا بقول أهو. لا أنا بقول بشرية ما ينفعش. أنا بقول ب70 سنة مش موجود ده في محلات بقالة هروح اشتريها، يعني مش هروح اجيب واحط، لا ده الموضوع محتاج وقت يا اخوانا، بس يكفي ان احنا قدام خطة. قبل كده ما كانش في خطة، قبل كده كنا بنصلح العطلان، بنصلبه عشان الدنيا تمشي. طب هسألك سؤال وجاوبني بكل صراحة سيادة النائب، يعني معنى كده، معنى كلام سيادتك ان في استراتيجية وفي خطة والكلام ده كله تمام، هل معنى كده ان الدولة لن تسكت على اي شخص هيتقاعس او اي شخص هيثبت ادانته في اي حادث من اي حادثه تحصل في الدوله كلها؟ طب انا اقول لحضرتك حاجه، انا مش بتكلم على السكه الحديد، لا بتكلم على لا اي حاجه. لا انا هقول لسيادتك حاجه. احنا كنا في الاجتماع في محطه مصر في السكه الحديد، وحضرتك ممكن تعمم هذا الموضوع. احنا لما طلبنا وقلنا، ورئيس الهيئه بيقول لنا ده الراجل ده كان مفصول ورجع لانه كان بيتعاطى مخدرات. كويس؟ طب رجع ليه؟ اللائحه قالت كده، اللائحه قالت كده. كويس؟ تحليل الدم مش كفايه لاثبات ادانته في المحكمه. في نقط عايزه ولذلك طلبنا ايه؟ طلبنا اللائحه بتاع العاملين، طلبنا لائحه سلامه التشغيل، طلبنا كافه العقود الموقعه. اقتراحاتنا كلها بتدرس، وانا قاعد مع سيادتك احنا بنجهز اقتراحات في اللجنه في مجلس النواب حالا. الاجتماع باكر ان شاء الله في لجنه النقل والمواصلات مع المسؤولين من هيئه السكه الحديد عشان نتبحث الامر. امكانيه تنفيذ الخطط القصيره الاجل لمنع تلافي ده، كيفيه تدريب الموارد البشريه وامكانيه هيكلتها اداريا وفكريا وتنظيميا يتم ازاي وبسرعه. كله بكره التدريب اللائحه. امتى هنبطل نحط شماعه على ان اللائحه او القانون وانتوا بتعدلوا دستور محترم وبتعدلوا 17 ماده وفي مسؤوليه كبيره عليكم، وواضح ان هناك تعديلات محترمه انا عشناها هنا وهنعيشها والكلام ده كله. امتى هتبطل كلمه اللائحه الموجوده في مؤسسات الدوله يعني عايز اقول لسيادتك، انت معايا في الكلام؟ اعتقد احنا مش هننام غير اما نطلع تشريع منضبط. احنا مش هننام واحنا ما نمناش والله من يوم الحادثه تقريبا احنا ما نمناش، يعني من يوم الحادثه احنا ما نمناش. ده مفيش حاجه اسمها لائحه هي اللي هتوقف العقاب وهي اللي هتوقف الكلام ده كله. طلبنا اللائحه وطلبنا مقترحات الهيئه مع مقترحات الساده النواب اعضاء اللجنه اللي انا بحييهم من منبر حضرتك. فاهم قصدي؟ طبعا دايما القوانين اللي فيها استثناء واللائحه اللي فيها استثناء دي فاحنا ان شاء الله بيفلتوا منها بالعقاب. لا فان شاء الله باذن الله احنا في نقاط دائم، وباذن الله هترى ما يسر الشعب المصري اللي احنا جينا عشانه. هو يعني انا لازم اتكلم مع حضرتك بصراحه، مفيش اي حاجه هتعوض روح انسان ربنا يرحمهم يا رب. مهما فلوس الدنيا ولا دي، اكيد الناس اللي شايفانا وقرايبهم بيقولوا مفيش حاجه هتعوض كده، بس في نفس الوقت محتاجين يشوفوا شغل، محتاجين يشوف زي ما شافوا الدوله اتحركت بالشكل ده، زي ما شافوا كل يوم وزيره الصحه بتروح تزورهم، زي ما شافوا رئيس الوزراء بيتحرك وبيزورهم، زي فاهم قصدي حضرتك؟ هو ده انت بتقول لي النهارده سيادتك ان لجنه النقل والمواصلات مش هتنام غير اما تجيب قرار الموضوع. باذن الله وده واعتقد ده مش رايي لوحدي، ده راي كل النواب. هو ناس محترمه، انا معاك، انتوا ناس محترمه وتم انتخابكم بحريه. بمناسبه كلام سياده النايب، انا ليا تجربتين خاصين بالسكه الحديد بالتحديد، يعني تجربه سابقه وواحده حاليه.
التجربه السابقه كان اللي هو سعد الجيوشي كان وزير نقل، وكان عندي مزلقان بتاع القريه عندنا بتاع تفاهه العسل. المزلقان كان عصايه نزل طلع، شكرا، عصايه حديد كده نزل طلع. ما هو قال لك من سنه 50 ما اتغيرتش. زي لا 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 لا، وساعات بيبقى في حبل. فقابلته وساعات بيبقى في حبل وجنزير. فقابلت مش جنزير، ده حاجه متطوره. ساعات بيبقى في سيادة حبل. النائب. انا شفت تلفزيون مصر على الهواء. انا شفت الزقام في مصر بيتقفل بحبل. شفت. بقول لحضرتك كده انا حاجه تقريبا عشتها بتاع لما ده يبقى مزلقان، اما نيجي نطوره اللي المزلقان بيتكلف ملايين لتطويره، يبقى احنا قصرنا؟ لا، الدوله ما قصرتش. احنا عايزين نشيل الكلام ده كله. صح. ودي التشوهات التنفيذيه. بص يعني بقى ايه اللائحه اللي انتوا عايزين ودي المتابعه. والله العظيم ثلاثه، المتابعه اللي شبه يوميه مع السكه الحديد في مزلقانات وفي تطوير محطات وفي ارصفه. ده انا اقول لسيادتك حاجه غريبه جدا، في ارصفه في القرى. ما انا جاي لحضرتك في تجربه كويس. وما تلاقي مثلا من 30 40 سنه اتبنى اتبنت الرصيف بتاع المحطه اوطى من القطر، كويس، وساعات اعلى من القطر. هو ده ايه يا اخوانا؟ ما احنا الكلام ده شبيه بنشوفه كل يوم، وبنشوفه في طلبات احاطه من الساده النواب، وبنعالج فورا. طبعا وبنعالج فورا. هو ده اللي بيتم دلوقتي، قبل كده ما كانش بيتم. قبل كده سيتم محاسبه المقصرين ده بالتاكيد. ده الموضوع في امام القضاء. ولكن انا اتحدث هنا عن في حسابين، حساب اداري ان اللائحه دي تتقطع وتتعمل لائحه جديده. مفيش حاجه اسمها واحد كان بياخد مخدرات وبيرجع لي تاني وعنده ارواح بشر. ولا حضرتك مش معايا في الكلام ده؟ لازم نتكلم بصراحه شديده. ده الكلام اللي احنا شغالين. لازم نتكلم بصراحه شديده. ده احنا الكلام لائحه ايه اللي ترجع واحد كان بياخد مخدرات وبيرجع تاني، او واحد مش عارف ايه كان مرتشي ويرجع تاني، او واحد مش لائحه ايه دي يا جماعه؟ صح ولا لا يا سياده النائب؟ ده كتير. هتلغوها؟ ده كتير. ده وعد منك. لا احنا نعدل كل اصل في توجيهات من سياده الرئيس ان ما ينفعش الكلام ده يبقى موجود. ومعالي رئيس الوزراء قال لك لا تقع، ما فيش خلاص. انا قلت لسيادتك لفظ وطلع عفوي، احنا مش هننام غير لما الكلام ده يتصلح. وانا مصدقك بصراحه. تعقيب اكمل تعقيب. فاللي هو سعد الجيوشي طور المزلقان قبله مزلقان بعد. فقابلته يا سياده الوزير، انت طورت مزلقان بتاع كفر العبسي بيخدم كفرين، ومزلقان بتاع قريه جنب مننا بيخدم 10 بيوت. قال لي طب ما انا طورت مزلقان. قلت له لا، التغيير موجود، اللي هو سعد موجود. انا هسيب سياده النائب يرد. واللي هو سعد موجود. نص ساعه بالظبط لقيت مكتوب بيكلمني. خير؟ قلت له وضع كذا كذا كذا. قال لي احنا ورقيا المزلقان تم تطويره على 10 بيوت، ده اللي بيخدم بلد. قلت له لا مش هو، ده بالعكس، ده بيخدم 10 بيوت. راجعت بعد ما باسبوعين ثلاثه ابتدى الشغل المزلقان عام. دي التجربه السابقه. خالص بقى في مزلقان واشارات وكهرباء والدنيا مظبوطه. واخد بال سعادتك معايا؟ لما جيت اكلمه قال لي احنا بنطور مع المزلقان ايه بقى؟ المعوقات بقى والتشوهات اللي بتكلم فيها مساله النايب. الكوبري. الاوقات بتطالب ببنشاء مسجد لان كان في مسجد موجود زاويه صغيره فبيطوروا المسجد راقي. واخد بال سعادتك كده يعني. ماشي. التجربه الحاليه بقى مع المهندس اشرف رسول رئيس الهيئه. المزلقان زي ما سياده النايب وزي ما حضرتك قلت بتاع الرصيف بينه وبين نص متر. فكلمت المهندس اشرف، يا باشمهندس الوضع كذا 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 كذا. قال لي انا حاطط الموضوع في الخطه وبعتها لي وبعت لي صوره من الخطه وقال انا حاطه في خطه 2019. طب اعمل مسكن. راح باعت الناس بعد منها بيومين 2 بالظبط. راحوا عاملين شويه شغل وعملوا شويه يعني الحديد اللي كان طلع نزلوه مش عارف ايه. دي تجربتي اللي اشرب بيه بيقولوا ان في تغييرات. صح. لما تيجي تبص على المزلقان ده، انا عايز اكلم حضرتك، لما تيجي تبص على المزلقان ده من الخمسينات عصايه وشادوف وحبل وجنزير زي ما دي مهزله والله. انا عايز اسال انت النهارده لما هتحمل 4 سنين، انت عندك ثورتين في اقل من 8 سنين، لو حصلوا في اي دوله من الدول والله ما تقوم لها. تعالى والله ما تقوم لها. انا في الدراسات والكلام ده كله والاستراتيجيات، لو حصلت ثورتين في اي دوله زي العراق ما انت عارف يعني، هو في دول كتير وفي سوريا اهي واحنا شايفين اشقائنا وبنحاول نحل المساله، وفي ليبيا تعالى بقى. انا عايز اسالك سؤال كراجل صحفي واعلامي. اتفضل. النهارده اتاخدت الحادثه دي واترمت على النت، وفي الفصل وريتكم فيديو اخينا يعني وهو اثبت قد ايه ان هو بوشين يعني فاهم. ليه الهدف اننا هؤلاء او اهل الشر دول
عايزين يوصلوا الشعب المصري هذه الحاله من اليأس والاكتئاب، على الرغم انك عندك مشاريع بجد، عندك ناس جايه لك القمه العربيه الاوروبيه لاول مره والله من ايام محمد علي ما جاء الرؤساء دول كلهم البلد دي. انا بتكلم بامانه بقى، لو في التاريخ، لو هندرس التاريخ، ليه في ناس عايزه تبعدك عن نجاحات وعايزاك دايما تبقى في سلبيه وهم وكآبه؟ تواجههم ازاي؟ هقول لحضرتك مش هواجههم ازاي. من الغباء انك تعيد نفس التصرف تاني مره واثنين وثلاثه واربعه. ده بيدل على غباء عميق. بص يا بيسعد، الشعب المصري قام بثوره، شعب فاطن، شعب واعي، شعب مدرك، شعب فاهم. طيب الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل في مصر اللي ما عملش من 50 سنه. اصلاحات تشريعيه واقتصاديه والى اخره، مش كده؟ الناس كلها قالت الاسعار صح؟ طيب الناس لما بالراحه واحده لما الرئيس طلع هنبسطها مع بعض، اعتذر للناس هنبسطها وفي كل خطاب يا شريف بيه، هنبسطها مع بعض واحده واحده. الاسعار مش كده؟ وغلاء الاسعار. طب انا راجل شايف ان في مشروعات بتتم على ارض الواقع. شايف في مبادره بتاع 100 مليون صحه ل 100 مليون مصري. كان مين بيسال فيها قبل كده؟ لا ما حدش كان بيسال. ما ترد على سؤالي، كان مين بيسال فيها قبل كده؟ انا خارج من مكتب من اخبار اليوم، اقسم بالله لقيت واحد واقف بره في الشارع، تعالى احلل لك. مفيش والله. يبقى انا خارج من المكتب لقيت واحد واقف في الشارع، اقسم بالله اقسم بالله ورا بساط السجون. لقيته بيقول لي تعالى احلل لك. هو اللي بيندى عليه تعالى احلل لك. ما احنا عايزين نتكلم يعني. نيجي بقى لايه؟ صح انت فعلا عندك حق. يعني انت رحت الحته في موضوع ال 100 مليون صح فعلا. ما حدش كان بيفكر. كان مين بيسال فيك؟ ما نتكلم ولا تكافل وكرامه يا باشا، ولا كريمه ولا قايمه الويتنج ليست، حياه الويتنج ليست تكافل وكرامه. يعني بتتكلم في ايه؟ انت كان عندك عمليه ممكن تعملها بس 6 شهور. كانت دايما الناس تيجي لنا الاحتياجات، دايما الناس نتكلم بصراحه، دايما الناس تيجي لنا الشبي والنبي كلم جمال شعبان في معهد القلب. ايوه كلم فلان في معهد الكبد. كلم مش عارف مش عارف، ونقعد نتكلم ونتحايل ونعمل ونشوف واسطه ونشوف حد من قرايبنا. شغلانه كده يعني. بس انت عندك بالمجان. اكمل لسعادتك بقى، اكمل حضرتك. الناس شايفه ان في فعلا شغل بيتم على ارض الواقع. الشغل اللي بيتم على ارض الواقع محدش يقدر يتكلم. انت حاسس ان انا شايف لا ثواني معلش. انت كده شايف ان الشعب اقتنع او الناس المصريين المحترمه اللي شايفانا اللي زعلانه واللي عنده نقد بينتقد باحترام والكلام ده كله، انما شايف ان هم وعيهم هو اللي بيحمي. ما هو شايف بعينيه، ما هو شايف. انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في اصلاحات تشريعيه كانت المفروض تنعمل من 30 سنه. اصلاحات اقتصاديه انعملت. الشعب مدرك فاهم، شايف في كباري بتتعمل، شايف في طرق، شايف في اصلاح، شايف في عقاب لاعلى المسؤولين. ليه اهل الشر حاطين الموضوع عشان اغبياء، عشان اغبياء. رئيس الجمهوريه هو السبب في كل حاجه. عشان اغبياء. ده غباء محكم انك تعيد مره واثنين وثلاثه واربعه. انا ده اللي انا عايز اوصل لحل. يعني انا عايز افهم ليه. هو مش قال لك ميدان التحرير مليان؟ انت مش كنت في ميدان انا رحت مجلس الوزراء يوم يا شباب ورجعت تاني. انا بالليل لما جالي التليفون وقالوا لي، انا كنت في الكورنيش والله، وفي التحرير كانت الساعه 11 قلت له يا باشا التليفون التحرير فاضي، اتفضل انا لوحدي اهو، حتى مفيش عربيات معايا. فالمهم انا عايز اقول بس حاجه، ما يتم في مصر الان هي عمليات جراحيه حتميه. حضرتك شايف؟ انا شايف كده، عمليات جراحيه حتميه لازم تتعمل. هل لانقاذنا ولا لانقاذ الدوله؟ وعندما يتم انقاذ الدوله الشعب هيعيش فيها نحن مرتاح. نتحدث عن دوله ليها طموح. دوله ليها طموح. دوله ليها طموح. دوله عايزه تبقى دوله اكبر دوله في المنطقه. احنا بنتحرك وفق رؤيه، على رغم المشاكل اللي عندنا. لا وفق رؤيه لا ينكر ذلك الا كل حاقد وجاحد وعدو للوطن. وطالما في اهل شر، وده اليوم القيامه، بس اهل الخير اكتر. مش دول اهل الشر، بس في اهل خير، واهل الخير اكتر. مش كده؟ انا شايف كده. وارى ان الشعب المصري من الذكاء اللي قلنا ملوش كتالوج، هو ملوش كتالوج. بس وقت الجد لما يشعر ويستشعر ان في خطر على بلده مش هيسكت. شفنا دي في مراحل كتير. هم حاجتين، ارض وعرض. شفنا دي. بيطلعوا جنازه الشهداء، اي شهيد مجند او ضابط يا ست النائب. انا شفت القريه كلها بتطلع، المصريين بالالافات بيطلعوا. والله العظيم 3 شفت وزراغيت عشان شهداء. شفت كده. لا هي دي مصر، هي دي مصر. وبعدين الاصلاح اللي بيتم دلوقتي
يا شريف بيه، انا عايز اقول لسيادتك حاجه. لما تصرف قرابه ال 60 اكتر من 50 مليار على مرفق زي السكه الحديد، طب ما انت انفقت على الطرق 85 مليار في سنه. ما انت انفقت على الكباري في نفس السنه 35 مليار في سنه. احنا نتحدث عن 130 او 140 مليار جنيه في طرق وكباري في مصر. هل حد ينكر هذا الانجاز؟ لا. احنا بنعيش دلوقتي في مرحله النمو المتوازن. النمو المتوازن، ودي نظريه اقتصاديه، لازم كل القطاعات بتنمو مع بعض. قد يكون في ميزه نسبيه في احد القطاعات تتميز بها دوله عن الاخرى، لكن لازم في قطاعات صحه، تعليم، طرق. الطرق عشان نبقى عارفين، والمواصلات تحديدا اساس تقدم وحضاره اي بلد. الامريكان زمان عملوا كده، شقوا طرق في الصحراء بدون سكان، اصبحت في فتره متاهله بالسكان. الطرق الاقليميه والدائريه وربطها بالمناطق الصناعيه وربطها بالمواني. احنا بنتكلم على منظومه يا اخوانا، احنا ما بنتكلمش اي كلام. ما بنرصفش طريق عشان عايزين نرصفه، لا، احنا بنرصف الطريق ده عشان هيخدم المنطقه دي، عشان في منطقه صناعيه هنا، عشان نعرف نوصلها بالميناء اللي جاي ده للتصدير او لاستيراد مكونات مستورده تخدم عمليه التصنيع. الدنيا بقت ماشيه معانا كده، ما عادتش ارصف الطريق ده عشان العمده كلمني، ما عادش كده. اشكرك. ما هي دي الصراحه. ما هو انت النهارده لو حضرتك مش بهذه الصراحه فعلا، يعني ما ده اللي كان بيقوله شريف بيه، الناس كانت عايز، كل الدوله كانت قايمه على الواسطه، ان انت عايز واسطه عشان كذا، واسطه عشان طريق، واسطه عشان مدرسه، واسطه عشان حد يتعالج. انما النهارده لا، انت حقك على الدوله. انا مش غلطان في كلامي. اللي انا بس عايز اضيفه لسيادتك وفرصه المنبر المحترم الوطني ده، الطابور الخامس اللي موجود في المصالح الحكوميه. هذا ملف لابد ان يفتح. هذا الملف لابد ان يفتح في السكه الحديد. لابد ان يفتح ملف الطابور الخامس في المؤسسات. لا مؤسسات الدوله. لابد الطابور الخامس. انت شايف كده؟ المعوق لكل طموح، المعرقل لكل مصلحه، ودون ان ندري المصالح بتتعطل عشان في طابور خامس. دي نمره واحد. نمره اتنين، الهيكله الاداريه للعاملين بالدوله. لازم نشوف مين ينفع يعمل ايه. شوف انا بتكلم بس معلش ممكن اقولها بس عشان ايه ما تتاخدش جزء واهل الشر. لا، هي مش موضوع ان انا اشوف مين يقدر يعمل ايه ان انا هقعدهم في بيوتهم، هي مين يقدر يعمل ايه ان انا ادربه واكيفه واوظفه صح. التوظيف الحقيقي صح؟ الملائم لامكانياته. هي دي محاربه بقى الطابور الخامس، نقدر نتحرك لقدام، لان لازم هيكله. وزي ما دايما اقول والله في كل لقاءاتي، احنا قبل ما ندور على الهيكله الاداريه عايزين الهيكله الفكريه. اتفضل. طيب، عايزين تعقيب كده في دقيقه منك. عايز اقول للشعب المصري اطمئن. عايز اقول لاخوان الشيطان يا جماعه، ما حدش هيسمع لكم، ما حدش هيقول لكم بتقولوا ايه، ما حدش هيعرفوا انتباه. بطلوا لو سمحتوا، او اتكلموا زي ما انتوا عايزين. اما ان كان في متخيلين او متوهمين ان حد من الشعب المصري هيقول لكم او هيسمع لكم، ده كلام اعتقد انه عبث يغذيه جهل، واعتقد انه زي اشبه بايه، بتوحين الهوى. خليهم يقولوا اللي هم عايزين يقولوه، انما الشعب المصري مدرك فاهم وواعي. عايز اقول للرئيس عبد الفتاح السيسي كتر خيرك، الحمل تقيل والشيله تقيله وتقيله قوي. عايز اقول له ان كل مواطن في مصر عارف ان جوه عينيك، لان ده اللي ظهر منك، ده اللي احنا شفناه، ده اللي احنا عشناه، ده اللي احنا لمسناه فيك. ممكن توصل صوتنا للناس المحترمه والساده النواب المحترمين ان موضوع تشريعات السوشيال ميديا عايزه يتم تغليظها اكتر من كده؟ ده كلام محترم، وده كلام حقيقي. اعتبر احنا ماشيين في المجلس في هذا الاتجاه. انا بشكرك، وانا منتظر يعني الكثير من الناس المحترمه زي حضرتك، واكيد المجلس كله ناس محترمه برئاسه. اقول حاجه في نص دقيقه. اتفضل. اهل الشر فقدوا المصداقيه قولا واحدا، عشان
الموضوع عندنا فقدوا المصداقيه وتماما. فمش عايزينهم يعطلونا عن استكمال مسيرتنا. دي نمره واحد. نمره اتنين، الحادثه زي ما احنا زعلانين ومتاثرين وحزانه، ولكن هتدينا دفعه واصرار ان احنا نكمل زي ما احنا، ان شاء الله ما تعطلناش. ان شاء الله. شكرا جزيلا. ان شاء الله، وربنا يرحم كل امين يا شهيد رب. امين يا رب. عايز على اقول ارض حاجه يا شباب الوطن، قبل ما اختم، بس عايز اقول لسه معايا 20 لحظه ثانية. بالظبط. عايز اقول ان في 1300 عربيه جايين جداد في الهيئه. عايز اقول ان في 80 جرار بيتظبطوا. عايز اقول ان في 80 جرار جايين جداد. عايز اقول ان في تطوير. على فكره اكبر صفقه في تاريخ السكه الحديد على مستوى منذ انشائها قيمتها 22 برافو عليك. مليار جنيه برافو لتوريد يا 1300 عربه قطارات. اول لما هتيجي الدوله هتوريك، والدوله المصريه صوتها في الصور، الدوله المصريه صوتها في الادله مش صوتها في الكلام والفعل والعمل. هو دي الدوله المصريه بعد 30 يونيو. ده زي ما قال ضيوف الكرام، وربنا يرحم شهداء الوطن من القوات المسلحه، رجاله الاسود اللي بيحاربوا الارهاب واهل الشر، والشرطه المصريه العظام، والقضاء المصري، والشعب المصري العظيم اللي هو بيحمي الدوله المصريه. الشعب المصري العظيم اللي من غيره اكيد الدوله المصريه ممكن تكون في خطر، بس الشعب المصري اوعى مني ومن اي حد في الدنيا. وعايز اقول للساده في تركيا خفوا بقى، كفايه. ما انتوا لو رجاله قوي تعالوا نضلوا هنا وتعالوا كافحوا من مصر. انما هتقول ايه؟ خلص الكلام النهارده ونورتنا. بس كفايه كده عشان ايه؟ ما يستاهلوش انك تقول لهم. آه. انت عايز اقول لهم ما يستاهلوش ولا تشغل بالك. كاتب الصحفي الكبير الاستاذ شريف زغد مساعد رئيس تحرير الاخبار، نورتنا. وايضا نورتنا معالي النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنه النقل والمواصلات. واتمنى لحضرتك التوفيق، واكيد هنتابع مع سيادتك لو تسمح لنا موضوع الاجتماع غدا ان شاء الله. واللائحه نتمنى اللوائح دي ارجوكم قطعوها واعملوا لوائح جديده، لان فعلا محتاجين هذا المجهود. شكرا ان شاء الله. شكرا. خلص كلامنا. لو حطينا ايدينا في ايدين بعض زي ما سياده النائب قال والاستاذ شريف زغد قال، خلاص اهل الشر دول فقدوا مصداقيتهم. ده بيشتموا بعض على النت، ده بيشتموا بعض على الفيديوهات بتاعتهم، خلاص بدأوا يشتموا بعض، بيشتموا والله بعض على النت. فدول خلاص، دول سيبوكم منهم. احنا نتكلم على بنى الدوله، بنى الدوله المصريه كلنا مع بعض ان شاء الله نعديها. ويا ريت اللي ما نزلش يحلل في 100 مليون صحه، انزلوا وخدوا جيرانكم وخدوا اصحابكم زي ما بيتقال فعلا والله حاجه، وببلاش واطمن. نروح لتقرير، وبعد التقرير الزملاء الاعزاء وفاصل، والزملاء الاعزاء الاقتصادي محمد بركه وزميلتنا العزيزه منى شراوي مريم بدر دايما بيكونوا موجودين معاه في هذه الفقره، فخليكم معانا.